السلام عليكم، معكم عبد الرحمن. اليوم جاي احكي لكم اهم اخبار كاس العالم. حابب ابلش مع المنتخبات العربيه اللي قلبت التوقعات بشكل غريب عجيب. فاذا بدنا نحكي عن تونس، راح نحتار بين ادائها الضعيف قدام استراليا وبين فوزها البطولي قدام فرنسا بنتيجه 1-0. اما على المنتخب السعودي اللي خيب امال الجميع بعد ما كان له امل كبير بالتاهل لدور 16، لكن صار العكس تماما بعد الخساره من بولندا وبرضه الخساره من المكسيك. طب تعرفوا اداء السعودية قدام بولندا كان احسن من ادائها قدام الارجنتين، اما ادائها قدام المكسيك كان سيء جدا. اللاعبين تاهوا وبطلوا مركزين، فكانت الهزيمة الثانية من المكسيك. اما على المنتخب المغربي الكبير اللي قدر انه يتصدر مجموعته بفوزين وتعادل، وكان اهم فوز هو كان على بلجيكا المصنف ثاني عالميا. وهذا الفوز مش فوز معنوي بس، المغرب على أرضية الملعب ما كان أقل خطورة من بلجيكا. كانت السيطرة للأسود الأطلس. ونيجي للفقرة الأهم من اليوم، هي فقرة التحفيل على الألمان اللي طلعوا وارتحنا منهم بعد ما خسرت إسبانيا ضد اليابان. وهذا الإشي صار مع ألمانيا لأنهم شغلوا تفكيرهم بأشياء خارج الملعب، فكانت النتيجة هي الخسارة والخروج من كأس العالم. هي والدنمارك بعد ما تلقت خسارتها من الأستراليين. وأما على الأرجنتين وهي ضمنت تأهلها بعد فوزين على المكسيك وبولندا نتيجة 2-0. وبالمناسبة أنا حاب أحكي لكم مجموعة معلومات عن ميسي. اولهم انه اول لاعب بالتاريخ ضيع ركلتين جزاء بكاس العالم سنة 2018 وسنة 2022. وثاني معلومة انه هي ميسي بعد تأهل لدوري 16 بصير اول لاعب ما بيتم اقصائه من دوري المجموعات في اي بطولة مع المنتخب او النادي. اما الان اعطونا المنتخب البرتغالي اللي فاز على اوروغواي وفاز على غانا واللي خسر من كوريا الجنوبية. انتم مصدقين اللي بحكي؟ صح ان البرتغال تأهلت لكن خسرت من كوريا الجنوبية. تأهلت هي وياها من نفس المجموعة. وبالمناسبة هي أول مرة بالتاريخ بتأهل 3 فرق من آسيا، هم اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. أما على المنتخب البلجيكي فهو بالنسبة إلي منتخب طلع فجأة. صحيح إنه عنده أسماء مثل دي بروين ولوكاكو وكورتوا، بس هاي البطولة بالذات ما بيتأهل وبفوز فيها إلا الفريق اللي بيستاهل الفوز. وبالنسبة لآخر منتخب معي لهاي الحلقة هو المنتخب البرازيلي اللي حسب تأهله بالفوز على صربيا وسويسرا. أما على الخسارة فالفريق دخل بتشكيلة الاحتياط، وهذا إشي طبيعي لمنتخب متأهل على جميع الأحوال. برضو أكيد المدرب حب يريح اللعيبة الأساسية عشان الدوري الجاي. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وديروا بالكم على دراستكم.